تعالى احكي لكم ازاي كان هيجيلي وسواس قهري بعد ولادة بنتي، وازاي قدرت اتخلص منه بطرق بسيطة جدا، خاصة انه كان لسه في بدايته. ولو انا ما كانش عندي الدراية الكافية او الخلفية الكويسة عن الموضوع ده، انا بجد كان ممكن ادخل في اسمها ايه، في دواير معرفش اخرج منها بسبب المرض. لانه المرض بيبدأ او الاضطراب النفسي عامة بيبدأ بسيط، وبعد كده بيبدأ يزيد يزيد يزيد. لو لحقناه في اوله زي اي مرض زي السرطان كده، ربنا يعافينا جميعا. بيبدأ بسيط وكل ما نلحقه بدري كل ما الموضوع بيبقى أفضل بكتير، ونتعالج أحسن ونبقى زي الفل. فبما انه الوسواس بجد منتشر جدا جدا جدا، وبما اني قعدت مع حالات كتير وفعلا من اكتر الامراض او الاضطرابات المنتشره، فتعالى احكي لكم بقى ازاي اتخلصت منه. وهل اصلا المعالج النفسي او الاخصائي النفسي فوق مستوى شبهات المرض، او انه فوق مستوى انه يجيله مرض نفسي او اضطراب نفسي؟ اطلاقا ابدا. ممكن اي حد يتعب نفسيا، ممكن اصلا من كتر الحالات اللي يشوفها يتعب نفسيا، ولكن مش هو دي المشكله خالص. هحكي لكم بقى انا حصل لي. بصوا، اول غلطه ارتكبتها ان انا طول فتره الحمل كنت متعلقه جدا جدا بالبيبي اللي في بطني بطريقه مش عاديه، من قبل ما اعرف بنت ولا ولد بجد. وكنت دايما بتكلم معاه، لان انا جت فتره عشت لوحدي، جوزي ما كانش معايا كذا شهر وانا حامل، فكنت قاعده في الشقه لوحدي، فما فيش غير البيبي اللي في بطني. فبجد كنت بتكلم معاها وبحكي لها كل حاجه، ويلا نعمل كذا ويلا مش ده كويس لحد ما بتواصل معاها دايما، وبشغل لها حاجات تسمعها. وبصوا يعني ايه، كأنها خرجت من بطني وهي لسه جوه بطني. ده زود التعلق بيها شويه. تمام، ده مش وحش، ولكن لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده زي اي حاجه احنا عارفينها. بعد ما ولدتها بقى طبعا كنت متعلقه بيها زياده جدا، وحاطه كل حياتي على ان هي لازقه فيها. انا لو داخله الحمام باخدها معايا. انتوا شايفين الموضوع كان واصل لايه؟ لو مثلا حد من قرايبي جه خدها مثلا شويه، شالها شويه، ابقى خايفه قوي قوي، وعماله اقول لا ما حدش يعرف يشيلها شبعي، لا 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 هاتي. حتى وانا تعبانه او وانا لسه والده برضو ما اتطعمتش. لما اتولدت تقريبا المستشفى كانت قافله، مش عارفه ايه الظروف. خدوها بعد كان بعد اسبوع من الولاده، مش فاكره كان ايه التطعيم ايه. المهم خدوها بعد في الاسبوع ده. انا كنت مرعوبه وقاعده عماله اقول يا ربي هيحصل ايه يا ربي. طب هي ممكن يحصل لها حاجه، طب ممكن تقع منهم، طب واللي شايلاها اصلا جدتها وباباها، فيعني فما فيش احتمال يعني ناس كبيره واكبر مني ممكن تقع مني، انا ما تقعش منهم. بس لا، دماغي برضو كانت عماله تصور لي لحد ما جوهم اطمنت، وايه ده، الحمد لله ان هي بخير. والله بجد انا بعت لصاحبتي ساعتها بقول لها خرجت تطعم وانا مرعوبه. بنات معلش لو بعلي صوتي شويه بس عشان تسمعوني، لان مش معايا مايك. المهم، جت بعدها جدتها خدتها مني، وانا المفروض بقى كأي ام تخرج علشان ايه، تروح بعد اسبوع الولادة، بتروح علشان تشوف الجرح خاصة لو قيصري او كده. تمام، فانا كنت رايحة للدكتور ووالدة وتعبانة، وخدتها معايا، وما كنتش عارفة ان انا اسيبها خالص ولو دقيقتين. انتوا متخيلين؟ جدتها قاعدة تقولي طب سيبيها معايا، وانا لا، الموضوع ما كانش بإرادة مني، بقيت حاسة انه غصب عني، انا مش عارفة اسيبها. انا حاسه انه الحبل السري لسه مربوط بينا بجد. وشلتها وكنت تعبانه ومش قادره اشيلها وانا ماشيه بيها، وما كنتش جايبه البيبي راب. وبجد كان الموضوع صعب جدا عليا، مجهود جسدي لان انا لسه قايمه من ولاده. بس من جوايا مش قادره ان انا اسيبها خالص. بعدها كان المفروض اروح اجيب طلبات، وطبعا ما اقدرش اخرج وانا شايلاها، وهروح اجيب من مكان قريب وجايه، فاكيد مش هركب مواصله. فجدتها خدتها مني. انا عايزه اقول لكم طول الطريق وانا عماله بعيط ان انا سبتها في البيت وخرجت. انا رايحه اجيب طلبات من السوبر ماركت اللي قريب من بيتنا، مش بعيد خالص، هتمشى شويه وارجع، وده صحي جدا ليا، خاصه ان انا قايمه من ولاده قيصري، والمفروض ان انا اتمشى. عايزه اقول لكم انا خدت الطريق كله عياط، وروحت البيت طلعت وسبتها مع جدتها على ما البس او كده، وطلعت عماله اعيط ان انا مخدتهاش معايا. وطلعت الشقه من غيرها، دي بالنسبه لي كانت كابوس اصلا. قعدت اعيط عياط هستيري، عياط بجد جامد قوي، زي ما يكون، بصوا يعني ايه، ان هي لسه في بطني وخدوها مثلا من بطني، حاجه كده بجد. كان الموضوع مش طبيعي، وده طبعا غلط جدا. وكان المفروض ان انا هقول لكم الصح اللي كان المفروض اعمله ايه. الصح كان المفروض في الوقت ده ان انا اسلم امر لربنا، واقول ان بنتي مش هيحصل لها حاجه باذن الله من غير شر، وان لو مكتوب يحصل لها حاجه هيحصل لها حتى لو هي معايا، وان البيت وجدتها امن لها بكتير من ان هي تخرج معايا. بس في الوقت ده انا كنت عايزاها معايا، حتى لو في اي حته انا ببقى مطمنه وهي معايا، حتى لو الطريق وحش، حتى لو اي حاجه، احسن بكتير ما تبقى في البيت او في مكان انا مش شايفاها، عينيا مش شايفاها فيه. بعد الولاده بكام شهر كان عندي امتحانات، وهي عندها 3 4 شهور تقريبا، مش فاكره بالظبط. فكنت رايحه الامتحانات، خدت اخويا معايا يشيلها لي، ورحت امتحن وسبته قاعد بيها تحت عما طلعت امتحنت. وبعدين وطول ما انا في الامتحان برضه انا عماله بخلص بسرعه عشان قلقانه عليها.
وهي مع اخويا وكبير وقادر يشيلها، وهي نايمه اصلا رايحه في سابع نومه ومش حاسه هي بره ولا جوه لانها كانت لسه صغيره قوي. بعد كده كبرت شويه والمفروض بقى ان انا خلاص اسيبها مع مامتي او مع جدتها، مامة جوزي، واطمن عليها، دول ناس كبيره وعاقلين. فكنت سايباها مع ماما، كنت عايزه اقول لماما دخليها تنام في الاوضه، يعني اكلمها في التليفون اقول لها لو نامت نيميها في الاوضه وسيبيها عادي. وبعدين خفت اقول لها كده لحسن مثلا حد يخش يخطفها منها. تخيلوا الموضوع وصل معايا لدماغي ايه. تاني موقف، بابايا كان شايلها وداخل البلكونه، فكنت خايفه لا تقع من بابايا من السور. بعد كده الموضوع بدأ يزيد بقى عن بس ان انا اتخيل تخيلات وحشه او يجيلي ايه افكار وحشه اتجاه ان انا اسيبها. طب انا لو خدتها مثلا في مره انا خدتها معايا، والعربيه كانت هتعمل حادثه، وكنت مرعوبه بجد ساعتها، والحمد لله ربنا ستر ومشينا عادي. بعدها بدات اسيبها بقى، خفت ان انا اخدها معايا، فاسيبها وطول الطريق ابقى بعيط وخايفه عليها وقلقانه ومتوتره ومش مرتاحه ومش فاهمين الموضوع قد ايه كان بجد متعب ومرهق. واوقات كنت بغيب وما اخرجش وما اروحش الكليه عشان انا خايفه عليها. اقول لا اقعد بيها في البيت ولا انيش اخرج. يعني طب دي حاجه لازم أن تروحيها، ده امتحان، ده بتاع. لا لا لا، مش خارجه ومش سايباها. بجد الموضوع كان واصل معايا لدرجه. بصوا بقى الاضطراب تعرفي منين ان هو خلاص زاد عن حده وان انت كده داخله في مرحله خطر؟ لما يأثر على حياتك العمليه او حياتك اليوميه. الموضوع أثر على حياتي اليوميه ان انا كنت بغيب علشان خايفه اسيبها. هنا وقفت واقفه بقى، لا لا لا، استوب، اصبري كده يا رؤية، انت داخله على مرحله خطر. مش هينفع ان احنا نوصل للمرحله دي. بعد شويه خلاص حياتي هتبتدي تبوظ فعلا، وامتحانات بدأت تفوت، وانا خايفه على بنتي ومش عارفه اتحرك من جنبها ولازقاها فيا. غير ان ده هيضرني وهيضر البنت، هيبوظ مستقبلي ومستقبل البنت. فقلت لا، لحد هنا بقى وخلاص، ولازما يعني ايه، ما خافش تاني عليها. هي في حماية ربنا، وطالما انا قاريه لها الاذكار وبدعي لها وبرقيها طول الوقت، خلاص ما خافش عليها. ولا قدر الله لو حصل حاجه هتبقى خارج عن ارادتي خلاص. يعني طالما انا اخدت بالاسباب وسايباها في ايد امينه او هي قاعده معايا كويسه، لازما الحبل السري يتقطع. هو اوريدي خلاص اتقطع من يوم ما انا ولدتها. فلازما يبقى فيه برضو ايه شويه سبيس علشان البنت تعرف تشوف ناس غيري وتعرف تتعامل مع ناس غيري، وده يحسن من مستواها اكتر. وده اكتر حاجه انا كنت عارفاها وواثقه منها. بس لما بيجي ناحيه المشاعر بتحسي ان العقل في حته والمشاعر في حته. النور قطع يا بنات، بس برضو خلوني اكمل معاكم الفيديو علشان تبقوا طلعتوا باستفاده. انا كان ممكن اقطعه واعمل لكم جزء تاني، بس قلت لا بلاش، حرام يعني. عشان بما انكم اتفرجتوا على الفيديو لحد هنا، خلونا نكمله عشان ايه الاستفاده تبقى مره واحده. بلاش رغي كتير. المهم ركزوا بجد، لانه ده اللي هيخرجكم من دايره الوسواس والمرض النفسي. والوسواس دايره واسعه جدا، لو دخلتوها صعب ان انتوا تخرجوا منها. اول حاجه الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، وده اللي انا عملته لانه اصلا معظم الوساوس بتيجي من الشيطان. فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم وبدات اقرا الاذكار. تمام. تاني حاجه معانا اللي هو التدريج. حلي الموضوع بالتدريج، ما تجيش على نفسك مره واحده. في ناس ما تعرفش تيجي مره واحده، خاصه حاجه زي الوساوس دي. خديها بالتدريج، زي ما زادت بالتدريج زي ما هتقل بالتدريج. بدات بالتدريج، بعد كده اسيبها مره مع جدتها، مره مع اختي. اقنع نفسي، دي تالت حاجه بقى، اقنع نفسي انه مش هيحصل لها اكتر من اللي ربنا كاتبه لها. تمام. واكتر حاجه دليل على كده قصه سيدنا موسى لما ربنا حفظه في البحر. فدي حاجه كانت تخطر على قلب حد، يعني تخطر على دماغ حد؟ لا، بس ربنا الحافظ ورباه في بيت فرعون. فتخيلوا بقى، لما ربنا بيحب يحفظ حد بيحفظه حتى لو هو فين. فانا خلاص اقتنعت بكده، قعدت اقنع نفسي. الموضوع مش سهل، ولكن بتبقي حاسه ان قلبك مش راضي بالحاجه، دماغك مش راضيه بالحاجه، بس لازم تعمليها. فبتعمليها حتى لو الموضوع هيضايقك في الاول، بس اعملي. وطالما الحاجه اللي عندي دي مش محتاجه ادويه، يعني مش مرض نفسي ناتج عن مرض عضوي فمحتاج ادويه عشان اتعالج، او مرض نفسي محتاج ادويه عشان يتعالج، فاعرفي انه هيتحل بطريقه بسهل. طالما عندك الاراده ان انت تخرجي بره الدايره دي، وطالما انت لسه في بدايه الاضطراب، فصدقيني الموضوع سهل فعلا ان انت تخرجي منه. مش اسهل حاجه، ولكن لازم يبقى عندك شويه اراده قويه ان انت لا، انا عايزه الحق نفسي والحق بنتي والحق مستقبلنا وصحتنا النفسيه. لانه انا كنت لو الموضوع زاد عندي كنت هفضل تعبانه على طول، وهي كمان هتفضل تعبانه. التليفون بيتهز كتير لاني بصور بقالي مده طويله وماسكه التليفون، وكل شويه الفيديو يروح، فمعلش اعذروني. المهم لو استفدتم من الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وخلوا عندكم يقين بالله انه اي حاجه حتى لو ايه سهل انها لو سرطان، صدقوني سرطان يعني ربنا يعافينا جميعا، وعندك يقين بالله ان انت هتتعالجي. لانه لازما يعني ما ينفعش اجيب حاله او مريض مش عايز يتعالج واقول له لا انت هتتعالج. لا، لازما انت من جواكي تكوني عايزه تتعالجي، ساعتها هتتعالجي. بس